السلام عليكم الاخوان وتحياتي للجميع. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وعلى ما يرام الاخوان، وتحياتي للجميع. اليوم عندنا السادس على التوالي في الحصاد الاخوان. كما قلت لكم بنديره ساليناها البارح وشطبنا الماكينه بالريح وشطبناها مزيان باش ما تخلصش لينا مع الزريعه ديال الغوادالايت ديال سوناكوس. اليوم بدينا في سوناكوس الاخوان. كنتفاجئوا يعني بالاخر ديالها فيها زايده هي على بنديره الاخوان، لان فيها واحد الطوناج اللي هو كثير تبارك الله، راه فاتت 60 قنطار في الهكتار الاخوان. وتا الهيشار عاطيه الهيشار مزيان كما كتشوفوا معايا الاخوان. كاين الهيشار زايد على بنديره، لان بنديره كتكون قصيره، الغوادالايت كطوال كتعطي البال كثر الاخوان. الديفيرونس اللي بيناتهم هذيك غوادالايت كطوال على بنديره الاخوان، والصراع ديالها الاخوان بيض، عرفتي كي داير بيض وتامر، يعني فيه تريمي، كيعطي تريمي، يعني غادي يكون ثقيل ان شاء الله. تبارك الله. فيه واحد الكولور اللي هو بيض ناصح، يا سلام زعما داك الزرع تبارك الله جاي صالح هذا العام، اللهم بارك. علاش؟ حيتاش درنا الادويه ديالنا ديال الضريب، درناها جوج خطرات الاخوان. درنا المره الاولى يعني تقريبا شهر واحد فيه 15 يوم، او شهر 3 فيه 15 يوم، يعني شهر ما بين الداويه الاولى والداويه الثانيه الاخوان ديال الضريب. وداوينا بجوج مراكي. كما كتشوفوا معايا الهيشار راه بيض الاخوان، حتى الزرع جا مزيان ما مضروبش، واللهم بارك. هذا بطبيعه الحال كيكون بالعمل الجاد، يعني وكتمشي بالامور، يعني الادويه ديالك، السقا في الوقت، الدواء في الوقت، المبيدات ديالك كيكون كلشي في الوقت باش كتكون الامور مضبوطه باش توصل لها النتيجه الاخوان. كما قلت لكم قدرنا نوصلوا حتى ل 65 قنطار في القطار بالنسبه للغوادالايت، والحمد لله هذا من فضل ربي، والحمد لله. البال على ما كنظن الاخوان باقي ما بديناش نباليو، على ما كنظن غادي نوصلوا ان شاء الله واحد 280 في الهكتار، اللهم بارك. لان غير من النظره ديال الخيط ديال الهيشار اللي كيبقى ورا الماكينه كيعطيك الخبار شحال غادي يعطي، يعني تقريبا ان شاء الله. هذه مجرد هضره قلناها، ولكن مني النهار غادي نبداو نباليو وغنشارك معكم بالضبط شحال عطات، لان باش تكون المعلومه مضبوطه. حنا غير درنا تقريبا ان شاء الله فاش غادي نبداو نباليو غادي نشارك معكم شحال عطات هي بنديره بوحدها وغوادالايت بوحدها. وغوادالايت غتكون زايده على بنديره الاخوان، لانها هي الامتياز ديالها كالطوال على بنديره، وان شاء الله غتكون زايده عليها. كما قلت لكم الاخوان راه كاين الخير تبارك الله، والحمد لله على هذه النعمه، الحمد لله عليها. وتحياتي للجميع وشكرا على الدعم، شكرا على لي كومونتير الزوينين، وحنا زايدين في هذا المحتوى بالدعم ديالكم، اللهم بارك. كاينين بعض الاخوان تيقول لك على حساب تريمي، راه مجرد خطا بسيط الاخوان، ما نبقاوش نعلقوا عليه بزاف. قلنا تريمي فيه 12 قنطار اللي هي 1200 كيلو، هي 12 قنطار كيهز تريمي. اللهم بارك. هاد الاحصائيات هذه اللي كنقول لكم انا كتواجد بالمنطقه او بالاقليم ديال تونات قريه با محمد، اللهم بارك الاخوان. يعني هاد المنطقه كتمتاز يعني بالجود والكرم، وكنعرفوا بالساكنه ديال قريه با محمد اللي خارجين على قريه با محمد بواحد 16 كيلومتر بالضبط، جماعه مولاي عبد الكريم، دوار القليين، الطريق الرابطه ما بين قريه با محمد قنطره دبيشات قرب واد ورغا الاخوان. وهذه هي المنطقه اللي كنعرفوا بها على الصعيد الوطني، والحمد لله كتمتاز يعني بالزراعات ديال القمح، والحمد لله كاينه نتيجه مزيانه مقارنه بالاعوام السابقه رغم الجفاف الاخوان. والحمد لله هذا الشيء هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله يعني بفضل العمل الجاد. يعني كما قلت لكم الادويه في الوقت، لا من تخيطمو ديال الدواء ديال الربيع، لا تخيطمو ديال الدواء ديال الضرب المره الاولى والمره الثانيه الاخوان. كاين هذا العام الشتا ناقصه، كاينين الاخوان الفلاحه الصغار كاين اللي ما داواش الاخوان، داوا خطره اخرى وتقاس ليه الزرع وجا الزرع ناقص. حنا الحمد لله كنسقى، داوينا في الوقت، داوينا جوج خطرات، عطانا امتياز ديال المداويه الاولى والمداويه الثانيه. هذا هو الامتياز اللي عطانا.
كاينه النتيجه والحمد لله الخير موجود. كما قلت لكم هذا الشيء هذا من فضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله. كما شفتوا معنا الاخوان الماكينه راه عمر تريمي، راه غادي نخويو دابا في الشاريون. كنتمنوا الخير الاخوان الجميع الفلاحه، وتحياتي للجميع وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا على اي واحد خلى كومونتير زوين، وتحياتي للجميع. كما قلت لكم هذه هي الاجواء ديال البلاصه. كاينه الغبره، كاينه الشمس، والحمد لله على هذه النعمه. حنا كنخدموا بعرق كتافنا والحمد لله، وما كنتسناو من شي واحد اللي يعطينا، كنجيبوها حلالا طيبه رغم الظروف القاسيه ديال الشمس وديال الغبره. الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كما كتشوفوا هذه هي الاجواء ديال الحصاد الاخوان. شفتوا الاخوان التريمي راه هو اللي قلنا هو 12 قنطار الاخوان، يعني كنعاودو نكررها 12 قنطار اللي هو 1200 كيلو كيهز التريمي. ها هي تخوات الشاريون غادي نطلعوها للمكازا ان شاء الله. وتحياتي لجميع الاخوان. كما شفتوا معنا هنا كنوريكم الحصاد، المعلومات اللي عطيناكم البارح على الهيشر الاخوان. هنا زدنا شويه د الريح حيت كاين الوسخ، والحمد لله راه ما كاين لا تطياح لا والو. كما كتشوفوا معايا ها انتم الارض راه صافيه. كتلقى واحد الحبه بحال دابا هنا كاينه حبه وحده، يعني ما كاينش الماكينه ما كطيحش، السبول كيتفرك مزيان. هادو النصائح اللي قدمت لكم في الفيديو اللي فات كنتمنى ديروا بهم وما يقولبكمش اي مول الماكينه. اي فلاح خصو يكون عارف وضابط هاد الامور، لان مول الماكينه ما كتهمو حتى حاجه، كيهمو يحصد لك يمشي يقلب على واحد اخر يعطيه الفلوس. انا اللي قلت لكم الاخوان قلب مور الماكينه والزرع كيطيح ولا ما كيطيحش، وفريك السبوله لانها كتضيع لك واحد النسبه ديال 30 حتى 40% من المحصول الزراعي ديالك الاخوان. يعني ديك 30 ولا 40% علاش تضيع فيها؟ يعني علاش ما نقلبش انا كفلاح؟ هاد الامور اللي هي بسيطه نقلب ونشوف الا كان كيطيح نعلم مول الماكينه يريقل، باش ما نضيعش في هاد النسبه ديال 30 ولا 40% تضيع ليا غير هكاك. والحمد لله الانسان دابا راه كلشي ولا عارف. حنا كنقدموا لكم هذه المعلومات باش الجميع يستافد الاخوان. وتحياتي لكم وشكرا على الدعم ديالكم المتواصل. معنا السي الخمار حتى هو فلاح اللهم بارك. تحياتي للجميع وشكرا على الدعم ديالكم. تحيه للشيخ ديالنا رضا، الله يكبر بك السي الخمار، تحياتي لك. الاخوان كما كتشوفوا معنا الماكينه استنفت العمل ديالها، وتحياتي للجميع وشكرا لكم. ما تمشيو فين، حنا مازال كاين الجديد. النهار غادي نبداو نباليو ان شاء الله، نعطيوكم بالضبط. حنا درنا تقديريا غادي نوصلوا ان شاء الله حتى 260 باله في القطار. النهار اللي غنبداو نباليو غادي نقولوا لكم بالضبط شحال عطات ان شاء الله، غنشاركوا معكم كل شيء الاخوان. وتحياتي لكم، ما تمشيو فين، ما تغبروش، دعمونا لايك وجيم وبارطاج باش تكبر العائله المناضله ديالنا، لان هذا المحتوى كيستاهل يبان. وبالخصوص الناس ديال ساكنه قريه بو محمد على الصعيد اقليم تاونات اللي كنعرفوا بالمنطقه، وبغينا هذه المنطقه تبان في احسن الاحوال مقارنه بمناطق اخرى ونبينوها للاعلام، لان منطقه تاونات كتمتاز بالناس الطيبين الجود والكرم. ما نساوش قريه بو محمد، لاننا حنا ولاد الساكنه كنبينوا قريه بو محمد احسن حله. ما تنساوش يعني بدات هذه الانطلاقه من موسم الربيع، يعني في الربيع كاينين واحد الخوت اللي داروا فيديوهات يعني في مناطق طبيعيه بقرب قريه بو محمد ولقات واحد الاقبال كبير. حنا كنزيدوا
نوريو الناس قرية بن محمد لانها كتستاهل تبان وتوصل للاخوان. وتحياتي للجميع، ما تنساوش كما قلت لكم بارطاج ولايك للفيديو، وتحياتي للجميع وشكرا على الدعم ديالكم. الى اللقاء فيديو جاي ان شاء الله.